يعكس الهجوم خطيرة جدا، فرصة في وسط الدفاع في المحور جميلة، بوكوني والهدف الأول، الهدف الأول. مسابقة حصرية عبر قناة RT. ترجع المباراة عن طريق طارق السيد جونيور وطارق، والدفاع يتصدى، عمرو الزكي يسبق الجميع، لا الدفاع الكويتي متكتل وخطأ وهدايا، التعادل من جونيور، الدفاع الكويتي يخطأ، يسلم هدية للغاني جونيور، وجونيور يتعادل في وقت حساس في المباراة. اذا 38 دقيقة لعب في الشوط الاول، وفرحة نادي الزمالك لادراك التعادل بقدم الغاني جونيور. اذا هدف لهدف، كانت هدية من الدفاع الكويتي في تسرع في ارتباك، الكرة اضربها المدافع ارتدت من زميله لجونيور، وجونيور في هذا الموقع بيسراه لا يفرط في امكانية الهدف، ويحقق ما هو مهم جدا الان للزمالك المصري. اذا يتعادل جونيور لفريق الزمالك هدف لهدف. شوف الكرة كان ممكن ابعادها بسهولة، ضربة هدية، طبعا ما فيش اوفسايد، الامور واضحة امامكم. هو النتيجة في سلطان غانم يمشي للتنفيذ من ركنية او من مخالفة زملكاوية، هذا هو الصح. سلطان غانم يلعب الكرة القادمة، الحكم الكزاز المغربي الدولي ينبه لكرة قادمة خطيرة، نعرف خطوط كرة ثابتة، نعرف عبد الحليم وعمر زكي، وكرة صعبة، والثاني من عبد الحليم. نعم هو العندليب، نعم هو العريس عبد الحليم علي. كنت نبهت الفريق الكويتي لخطورة عبد الحليم، وهو العندليب الذي يعزف احلى الالحان، يعزف اعذب الالحان. نعم هدفين لهدف للزمالك، الفريق المصري يتقدم الان من عندليب وعبد الحليم علي في هدفه العربي رقم 12، وفي هدفه الدولي رقم 35 في مسيرة نادي الزمالك. ميشيل يحقق الاحلام، هكذا تتغنى جماهير الزمالك، كتبتها بالفرنسي بالانجليزي بالعربي، والفريق المصري يتقدم بالثاني. عبد الحليم علي وسجدة الشكر، هدف جميل جدا. خطورة الزمالك في الكرة الثابتة، حولها الصفتي، يلعبها زكي، عبد الحليم في المرمى مش لنهاية المباراة. ما زال اللقاء بحسابات كبيرة، ما زال طويل. هدفين لهدف لنادي الزمالك مع كورة وركنية على القائم الاول خطيرة، وهدف التعادل القاسية. قلت لك ما زالت المباراة طويلة، و2-2 نفس سيناريو اهلي برج بعريري. حصر على هذه الكورة، والكورة الاخيرة من عبد الحليم علي، دقيقة و20 ثانية في انتظار الوقت البديل بالكزاز. ينطلق الهجوم سلطان غانم، سلطان يلعب الكورة على الاطراف على عبد الغني، يعمل اوفر صعبة جدا، والثالث الهدف الثالث مصطفى جعفر، عكسية كويتية في مرمى بدر جمعة. الزمالك يكسبها، الزمالك يولعها، الاعلام البيضاء هنا في القاهرة. لقاء مثير جدا، لقاء كبير جدا. شكرا يا زمالك، شكرا يا قادسية. 3-2، اوري ميشيل يكسب الريان، يكسب المباراة في الوقت القاتل. بدر جمعة وعكسية وعرضية، الزمالك يكسب بهذه الكرات. شوف علاء عبد الغني، شوف العكسية، مصطفى جعفر يبغى اخر لقطة، اثارة لاخر لحظة، من فرصة من فرحة، ضيعها بوكوني، والزمالك يلعب على الرابع. لقاء رائع جدا، شوط ثاني مثير، وتسديدة والرابع هدف ضاع من هنا، سجل من هناك. جميلة. هو أسامة حسن بهدف رائع جدا. 4 الزمالك 2 القادسية. لقاء تلعب في لقطة، لقاء تلعب في لحظة. الزمالك كاد يخسر النقاط الثلاث، بوكوني ضيع التعادل القادسية، وأسامة حسن المرتدة قال 4-2. افرح يا حازم، اسعد يا ايهاب او يا امام الموهوبين، واسعد ايضا يا جماهير الابيض العريق. 4-2 مش ممكن. لقاء هو الاحلى، لقاء هو الافضل، لقاء هو الاروع في الشوط الاجمل في دوري ابطال العرب هذا العام. 4 اوري ميشيل، 2 محمد ابراهيم، لكن يا هري كان ممكن تكون 3-3. ضيعها بوكوني ملعوب.